بوزا بلانت. على كل حال سي نور الدين، الثوره عظيمه واللي الثوره اللي نجت 1.5 مليون شهيد. هاي اللي اونكور حاجه اللي ما نقبلهاش. كيف؟ ما كاش 1.5 مليون شهيد. كيف ما كاش مليون؟ على بالي انا رايح نجرح، على بالي راني رايح نجرح، وقالوا لي ودي معليش ما ديناش لانديبوندونس 5 جويي، ديناها ل 3 جويي. يعني ما كاش 1.5 مليون شهيد؟ تشكك في الرقم هذا؟ ايه يا سي نور الدين، راك تنسب في كل المسلمات اللي بنى عليها الوعي تاع شباب كامل. با يليق وصل الوقت وين نشوفوا الحقيقه. هل مثلا شحال عندنا من بعد الاستقلال؟ 60 سنه. 60 سنه معليش. هل الوزير تاع المجاهدين ينجم يمدنا الرقم الصحيح تاع الشهداء؟ لا راجل يمدهم. ومنين جابوا 1.5 مليون؟ منين؟ 1.5 مليون شهيد. منين ونص؟ باسكو جمال عبد الناصر في 62 قال الجزائر الثوره العظيمه تاع الجزائر 1.5 مليون شهيد، وبن بالله عاودها كي جا خرج من الحبس في الايروبور. على كل حال هذا تشكيك كبير في كاش واحد حسبهم. عندك الرقم انت؟ ما عنديش رقم، ولكن الذاكره الشعبيه والذاكره التاريخيه، اسمح لي سي نور الدين هنا لازم نعلق عليك. الذاكره الشعبيه والتاريخيه، المسلمات اللي تربينا عليها يقولوا انه عندنا 1.5 مليون شهيد. وانا هنا في هذا المنبر، من هذا المنبر سي نور الدين، ندعو يعني كل الباحثين والمختصين وحتى المسؤولين اذا كان عندهم ادله اللي باش يثبتوا الرقم هذا واللي يفندوا كلامك يتفضلوا يجيبوا لك بالادله باللي فيه 1.5 مليون شهيد. كحسبوهم هذو 62 تتحسب. أرض الجزائر، أرض الأحرار، أرض الثوار، أرض 1 مليون شهيد. خريف عام 73 900 وألف، تصل برقية إلى الرئيس السوفيتي موقعة من الرئيس الجزائري هواري بومدين يطلب فيها طائرات وأسلحة عقب وصول معلومات من جاسوس جزائري في أوروبا تفيد بأن إسرائيل تنوي الهجوم على مصر. أن الشرق أصيب بمصر، أن العرب خسروا معركة، لكن يحكم علينا التاريخ كخونة، يحكم علينا التاريخ كمنهزمين، يحكم علينا التاريخ بأننا قصرنا في الوجه بتاعنا. إذا كان قابلنا هذه الهزيمة وإذا كان قابلنا هذه النساء. باشر بومدين اتصالاته مع السوفييت، لكنهم طلبوا مبالغ ضخمة، فما كان من بومدين إلا أن أعطاهم شيكا على بياض. كانت الجزائر ثاني دولة من حيث الدعم بعد العراق خلال حرب 73، فشاركت على الجبهة المصرية بفيلقها المدرع الثامن للمشاة الميكانيكية بمشاركة أكثر من 2000 جندي و800 ضابط صف و190 ضابطا جزائريا. قررت الجزائر وقف خطة التنمية بها وتوجيه كل ميزانياتها لمعركة أكتوبر. لم تكن تل أبيب تدرك بعد أن هذا الحشد الجزائري سيكون له الأثر الحاسم في كتابة أسود مشهد في تاريخ الكيان الصهيوني. كتب أليعازر بتاريخ 29 أكتوبر 73: لست مسؤولا عن هزيمة صنعها قادة إسرائيل الأغبياء، استهانوا بالقوات العربية المحتشدة على الجبهتين الشمالية والجنوبية.
ما حدث لقواتنا في ميناء الأدبية كان نتيجة للاستهانة والاستهتار بعدد وعتاد الوحدات الجزائرية. لقد توقع شارون المغرور أن الجزائريين بأسلحتهم البدائية سيفرون بمجرد رؤية دباباته، لكنهم نصبوا له الفخ، فخسرنا في يوم واحد 900 قتيل من أفضل رجالنا، وفقدنا 172 دبابة. حينما سئل ديان عن قراره وخطة الهجوم على الأدبية أجاب: المصريون خدعونا وجعلونا نعتقد أن ميناء الأدبية غير محصن. كلفوا الجزائريين بمهمة حمايته. كانت كل المعطيات والتحليلات تدل على أن الجزائريين لا يملكون أسلحة قادرة على عرقلة العملية، وكنا قد جمعنا معلومات أخرى تشير إلى وجود حالة تذمر وانشقاق داخل تلك القوات بسبب عدم سماح المصريين لهم بالمشاركة في الهجوم على سيناء. وهنا أمرت اللواء مدرع 178 بقيادة الجنرال شارون بمهاجمة الميناء والاستيلاء عليه بسرعة. عكس تعليقات ديان والقيادة العسكرية في تل أبيب، كان الجزائريون على أهبة الحرب في انتظار الفريسة. تصدت مضادات جزائرية متطورة للطائرات الأمريكية وأمطرتها بعشرات الصواريخ، فأسقطت واحدة وأصابت 2 أخريين نجحتا فيما بعد في الهبوط على أحد مطارات النقب. ولم تمر 5 دقائق أخرى حتى وصلت رسالة ثانية إلى ديان: المدفعية الثقيلة للجزائريين تطلق النيران بكثافة على مواقعنا. لقد وقعنا في فخ خطير. النجدة. بالنسبة للجزائر برضه أنا بدي أتكلم. الجزائريين عندهم حساسية مننا في الفترة الأخيرة، وأنتوا هتقابلوا جزائريين بره وما بنعرفش إيه السبب. حقيقة في سبب هم قالوه لي، إن الأخ أنور وهو في اليوم المفتوح أو مع طلبة الجامعة طالب جزائري سأله وقال له الجزائر ساهمت بإيه في المعركة؟ فهو قال له الجزائر ما ساهمتش بحاجة. هو الحقيقة كان بيعبر عن الحقيقة، ولكن هم اعتبروها دي عملية تشهير بيه. الحقيقة احنا الجزائر طلبنا منها بعض حاجات، ادونا جزء وادونا او الجزء الثاني ما ادوناش. بعتوا لنا طيارات بعد 7 يونيو، بنعرف ان في طيارات جت من الجزائر ولكن استعوضوها من الاتحاد السوفيتي من الطيارات اللي كانت هتجيلنا. في عندنا بعض طيارات بعتوها لنا ولا استعوضهاش، حوالي 12 طيارة اليوجن 28، واحنا بعتنا لهم وقلنا لهم اعتبروا هذه الطيارات عندنا على سبيل الإعارة. الحقيقة احنا ليست لنا اي نوايا عدوانية بالنسبة للجزائر، ومفيش غيرة ابدا بالنسبة للجزائر. يعني قد يكون البعض هناك بيحسوا ان كان هناك علاقة بيننا وبين بن بلة، ولكن ده موضوع اصلا موضوع انساني، واحنا بعد ما حصل اللي حصل قلنا ان احنا لن نجعل هذه المواضيع الإنسانية أو الشخصية تؤثر في عملنا الدولي. احنا كان هدفنا حينما ساعدنا الجزائر على الاستقلال هدف محدد وواضح: الجزائر عربية ولا تكون الجزائر فرنسية، وهذا ما تحقق. وإخواننا يذكروا أن أنا كنت بقول لهم أن احنا يجب أن نحارب في سبيل الجزائر العربية، ولو كان اللي هيجوا في الجزائر بعد كده العرب اللي هيجوا يشتمون. الجبهة المصرية لم يصل لنا إلا إيه؟ سربين هوكر هانتر من العراق. نعم. وبعد الحرب وصل لنا امدادات من ليبيا ومن الجزائر. وبعد الحرب وصل لنا امدادات من ليبيا ومن الجزائر.